كم انت ده؟ How much is it? How much? Hello, sir. There is a cost. Or is it free? That's great if it's free. Wow. How much? What? How much? Money. Money. Money, how much? You? Yeah. This is 200. 200. 200. اللي الانجليزي قد ايه فاهم ان الموقف وحش جدا، واللي مش فاهم نفهمه. ده بلوجر المفروض ان هو بريطاني، بينزل بيروح دول كتير عشان ينشط السياحة، فبيقول ان الدولة دي وحشة، ان الدولة دي حلوة، وبيقول الانطباع اللي هو اخده عن الدولة دي. المهم ان ده سايح بريطاني نزل، اول حاجة طلب ان هو يشرب كوباية برتقال من واحد واقف في شارع عادي جدا، فاداله كوبايه العصير، قال له عايز تلج ولا لا؟ قال له لا مش عايز تلج. قال له طيب خد. فقال له بكام؟ الاول ما ردش عليه ولف حوالين العربيه، قال له بكام؟ هي ببلاش يعني؟ هو بيهزر. راح قال له لا دي ب 200 جنيه. فالسايح بص وقال له لا ب 200 جنيه غاليه جدا. فراح قال له طب انت عاوزني يعني اعمل لك تخفيض عليها اللي هو ديسكاونت يعني؟ راح قال له لا مش عايزك تعملي تخفيض، انا عايزاك تديها لي بالسعر الحقيقي. راح قال له طيب خلاص ب 100 جنيه. راح قال له لا ب 100 جنيه كتيره، خليها ب 50. راح صاحب العربيه بتاعت البرتقال مسك الكوبايه وقال له لا اللي ب 50 هي الكوبايه دي، لكن دي ب 100. فراح مديله ال 100 جنيه وراح منزل ستوري على صفحته ان البياع بتاع البرتقال يعني بيضحك عليه او بينصب عليه بمعنى اصح. ودي حاجه وحشه جدا في حقنا، على الرغم ان بقيه الفيديو السايح ده بيشكر جدا في المصريين وبيشكر جدا في المواقف اللي قابلها مع المصريين. يعني قابل واحد قال له انت بتاكل ايه؟ قال له باكل بطاطس. فراح قال له طب بص خد دوق كده. فهو بيسال الراجل بيقول له الساندوتش ده بكام؟ عشان هو اكله. راح قال له لا ب 8 جنيه. فراح مطلع ال 8 جنيه من جيبه عشان يديهم له. المصري قال له لا انا بقول لك سعره، لكن انا مش عاوز سعره، خده هديه. واحد تاني ركبه التروسيكل عشان يوصله ببلاش. واحد تاني دخل عليهم قال لهم انتوا بتاكلوا ايه؟ قالوا له بناكل فول وطعميه وبتنجان وكده. راح قال لهم طيب ماشي. راحوا قايمين له وراحوا مقعدين له. ده كرم الضيافه، يعني ده كرم الضيافه بتاع المصريين. قد ايه المصريين دول جدعين جدا وجدعان جدا، وقد ايه بيشرفونا وبينشطوا السياحه. لكن لما نيجي على بياع البرتقال او امثال بياع البرتقال، مش هو لوحده اللي هو يمسك حد اجنبي يقولك يا عم ده اجنبي مش عارف الاسعار بقى وهنفخه في السعر. لا يا حبيبي، دلوقتي بقى يعني انت كواحد بتسافر اي دوله بتخش تشوف الاسعار ايه، بتشوف انت هتتعامل مع مين، بتشوف متداول يعني هتصرف كام في اليوم. وبقى في ناس كتيره جدا بتوعي الحته دي بكذا والحاجه دي بكذا والحاجه دي بكذا. وخصوصا ان هو ما راحش يعني السهل الشرير مثلا عشان نقول دي اسعاره، لا ده هو في اماكن اللي هي المصريين الجدعان. فانت ليه تعمل نفسك يعني ناصح عليه؟ لا انت مش ناصح، انت بالعكس انت نصاب. انت ما بعتش الحاجه بسعرها، ما هو انت اكيد بتبيعها للمصري وبتكسب منه. فانت ليه ما بتلاقي حد اجنبي بتضحك عليه وبتسوق سمعه بلدك ان في ناس يعني بتضاعف السعر في 50 مره؟ ليه كوبايه عصير برتقال تقول له ب 200 جنيه؟ مش شطاره ومش فهلوه ان انت تقول ده انا هبيع له بكده. لا مش فهلوه، لان هو بيصور ولان هو بينشط سياحه بلدك، فبيع له بالسعر الطبيعي. ما هو انت لما تلاقي ان في سياحه وفي كذا حد يجي يشرب منك وتبيع اكتر تكسب كتير لما تبيع اكتر، مش تكسب لما تضحك على زبون واحد ومش هيجيلك تاني. فده بقى لكل الناس. لما تلاقوا في سياح نشطوا السياحه، تعاملوا حلو، اضحكوا، هزروا. لما يتقال ان الشعب ده طيب والشعب ده مرحب والشعب ده كريم، ده بيرفع جدا من قيمه الدوله. احنا عندنا الحمد لله الحمد لله اللي يخلي جميع السياح يجولنا. عندنا اثار وعندنا حضاره وعندنا اماكن روعه فوق الروعه. عندنا بحرين وعندنا النيل وعندنا اماكن فيها صحراء وعندنا اماكن فيها زرع، عندنا كل حاجه الحمد لله يا رب. موقع متميز جدا. لما تحط ده بقى معاه شعب طيب وشعب كريم وشعب محترم، ترفع مكان السياحه تطيره. يعني مثلا فرنسا، على قد ما الناس كلها بتقول دي حلوه وبيتحبوا يصوروا جنب البرج وكل حاجه، يقولك بس فيها حراميه ونصابين كتيره جدا. الكلمه دي كفيله ان هي تقفل اي حاجه. فدايما طلع احسن ما عندك عشان تنشط السياحه بتاعت بلدك. ليه تخليه ينزل صورة علم مصر ويقول ان في واحد مصري نصاب بيضحك علينا في الاسعار، مع ان بقية الفيديو والله العظيم مصريين جدعان 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 بجد. هو ده كرم الضيافة، وهو ده المصريين اللي بجد، اللي هو بجد كوباية الشاي تبقى في ايدك واول ما يخش عليك حد تقوله لا خد ده. حتى راح يحلق، فراح الراجل الحلاق راح جايب له كوبايه شاي، فاللي هو فرح جدا ان هو بجد هو انتوا بتعملوا كده؟
ايه كرم الضيافه ده، وقعد يشكر جدا في المصريين. لكن ده الموقف اللي استوقفني، لانه السياح بتعم. فاتمنى ان اي حد لما يلاقي اي سايح يا ريت ما يستنصحش عليه، لانه بيبقى عارف الاسعار كويس جدا. وبعدين في الاول وفي الاخر هو هيجي وهيسافر وهيرجع بلده، وانت هتكون ذكرى، فخليك ذكرى كويسه للبلد بتاعتك.